انت بتعمل ايه يا معلم اسامه؟ انت بتعمل ايه يا اسطى؟ بكسر الكبسات انا عشان ينضف شويه كده مظبوط. يا عم هو لسه في حد بيكسر الكليبسات بالطريقه دي؟ امال ايه الجديد يا عم؟ طب استنى كده استنى. طب انت كسرت الكليبس ده، ما بقيت الكليبس جوه يا معلم اسامه لسه جوه. بقيت الكليبس جوه هياخد عذاب ده، وممكن يشقم البلاطه لما تيجي تطلع بقيت الكليبس اللي جوه ده. وفي بلاطه هنا في نقره تانية يا معلم اسامه. اه. طب ما تيجي اما اقول لك على طريقه احسن من الكلام ده وبقيت الكليبس جوه. وريني يا عم كده نقول لك يا عم حد امسك انت كده. بص انت بدل ما تقعد تلف كده تكسر الكليبس يعمل معاك زي ما هو عامل كده. حد وش هنا كده الكليبس يعمل معاك كده ويفضل منه بقايا كده. هي في طريقه ممله شويه بس هتسهل لك الامور. ايه هي؟ هتعرفها النهارده في قناه سالم المبلغ او عند المعلم اسامه. خش عليها كده هتجيب كماشه زي اللي هي كماشه حاميه. كماشه حاميه هتيجي بس على الكليبس كده اهو، وهتقوم ضاغط قافش بالقفاشه كده وتقوم ضاغط كده اهو. تعال صور لي كده يا معلم اسامه هنا اللي حصل. الكليبس طالع بحاله سليم اهو ومكانه نضيف اهو، مفيش فيه اي حاجه ولا بلاطه اتشرزمت ولا حاجه. قرب كده على القريب كده. هنمسك الكماشه لازم نبقى لها قرص اهو. شفت الكليبس طالع ازاي؟ شفت الكليبس طالع ازاي؟ بص اهو. ولا بلاطه اتجرحت ولا بلاطه اتكسرت. هي متعبه شويه بالطريقه دي، اسهل من الطريقه اللي احنا مخلعين بيها دي. ولا بنضمن ان مفيش حاجه تتشقم زي النقره الصغيره دي. طبعا الفلسطين بيبقى الجليس بتاعه عالي شويه، فبيبقى من السهل ان هو يتنهر بسرعه. كل ما البلاطه تكون ناعمه وجليسها عالي بيبقى من السهل ان هي تتخدش بسرعه. فده افضل طريقه تشيل بها الكليبسات بتاعتك من الشغل هي بالكرمشه. وبرده الكليبس اللي على الواقف اهو. الكليبس طالع ملوش ضر وبحاله. بس لازم تكون كماشه حاميه من هنا، يعني تكون كماشه كده من هنا وتشد على طول كده، تقرص كده حسب القرصه كده على طول. بس ودوبكم في رعايه الله.